انواع القماش يعني. عندنا التركي، المصري، وفي الإيراني، وطبلوهات مرديني. مم. الإيراني من القماش الفخم اللي فيه رقي عالي، والمصري برضو خامة كويسة. مم. ولكن هو العميل بيحكمك ان التركي بيبقى موديلاته اكتر، الوانه اكتر، ذوقه من الاذواق اللي هي السريه. لكن المرديني برضو بيبقى اغلبه طبلات. كل القماش اللي عندنا اكتره مستورد. بنشتغل مم. في المصري برضو، مم. يعني عندنا المصري النهارده بقت خاماته عاليه، بقى مستوى عالي جدا. ولكن زي ما قلت لحضرتك، هو العميل بيبقى يعني السوق بيجبرك ان انت تجيب مستورد. مم. لكن هو كل حاجه بسعر، يعني المصري بسعر، التركي بسعر، الايراني بسعر، المرديني بسعر. كل حاجه متوزعه. اه طبعا. تمام. طبعا العميل طبعا يعني عارف احمد النجيري وايمن النجيري. طبعا النجيري اسم كبير جدا في دمياط طبعا. تمام. خبرتكم كبيره جدا في القماش، اشتغلتوا كتير. العميل انتوا كسبتوا عملاء كتير قوي. ازاي بتخلي العميل يحب يجي لك تاني؟ والله احنا بنتعامل مع الزبون مش على انه زبون، احنا دايما بننصحه او بنفهمه الاحسن ايه، الافضل ايه. يعني مثلا لو ما بيجي لنا مثلا بطقم خشب معين مثلا، مش بنديله الطقم كده وخلاص، لا احنا بنوظف له الطقم. يعني بياخد الطقم ده ينفع يركب على الطقم ده ولا لا، مش مجرد ان احنا مثلا ده زبون احنا بنجي له بنجيب له الطقم بتاعه بنبيعه له وخلاص وشكرا على كده. لا، احنا بنتعامل مع الزبون بتاعنا كانه حاجه، يعني واحد مننا.